اتكلمت قبل كده عن الراحة بين المجاميع وقلت ان انت لازم تاخد من 3 الى 4 دقايق راحة بين المجموعات علشان تحقق اكبر مكاسب ممكنة للعضلة. جالي ناس هبيدة كتير استنى يا مستر ورك اوت اند فيت، انت بتقول ايه؟ احنا عمرنا ما سمعنا الكلام اللي انت بتقوله ده. انت لازم تاخد وقت راحه قليل علشان تريح العضله. وانا بصراحة كنت مشفق عليهم لانهم لسه ما يعرفوش. خلينا اكلمكم في الموضوع ده وبأسس علمية 100%. وبما ان العلم اساس اللعبة دي فانت فايتك كتير لو مش عاملنا سبسكرايب. تعالوا مع بعض كده نشوف الهبدة بتاعت الراحة لازم تكون قليلة علشان تعمل عضلة. انا نصيحتي ليك ما تمشيش ورا اي حد ما بيتكلمش بالعلم، زي مثلا الشباب اللي على التيك توك اللي بيتكلموا دايما بدون اي دلائل علميه. مش قصتنا اللي احنا بنتكلم فيه ده، بس قصتنا دايما اننا ازاي نعمل عضلات وبطريقه علميه. ولما تيجي سيره العضلات بنفتكر الناس اللي بتفضل تقول لك من 3 ل 4 مجاميع و12 في 6 عدات، والراحه بتاعتك هعمل معاك واجب وهتكون 30 ثانيه الى 60 ثانيه، وعلشان انت حبيبي هخليها لك 90 ثانيه بين المجموعات. الموضوع ده فضل ماشي في المجال كتير قوي، من اتكلمت فيه من فتره كبيره جدا، واللي مخلي الناس دي انها تتمسك برايها كده ان في دراسه عفى عليها الزمن ونزلت من 40 سنه فاتوا، والناس دي لسه متمسكين بالدراسه دي لحد دلوقتي. وما تستبعدش ان هم يتخانقوا معاك لو قلت لهم ريح اكتر من 3 دقائق. ليه هم مقتنعين ان الراحه القليله هي اللي بتطلع عضلات؟ يمكن السبب المنطقي بالنسبه لهم ان الراحه القليله دي بترفع هرمونات النمو زي الجي اتش والتستوستيرون، لكن الدراسه اللي هم متمسكين بيها دي هي نفس الدراسه اللي بتقول ان نسب الهرمونات دي بتزيد بس بشكل ضئيل جدا جدا جدا. بس في دراسات تانية برضو من 40 سنه بتقول لا، الجي اتش والتستوستيرون بيزيدوا بوقت الراحات القليله. انا عارف ان انت تهت مني، بس تعال اقول لك هم صح ولا لا، وهيحققوا مكاسب عضليه فعلا ولا اي كلام. والله ويأسفني اقول لك ان الدراسه اللي عفى عليها الزمن دي بتقول ان قله الراحه فعلا بتزود في مستويات الهرمونات دي، بس الارتفاع ده بيكون في فتره قصيره وانت بتلعب بس في الجيم. ورغم ان الدراسه دي اكدت ان هرمون التستوستيرون موجود فعلا بيزيد بشكل كبير مع الراحه القليله، انهم عملوا دراسات تانية بتؤكد ان فعلا الهرمون اللي بيزيد في التمرين ده مجرد زياده لحظيه وما بيأثرش على اي نمو للعضلات. ودي كانت فعلا صدمه لكل اللي اشتغلوا على الدراسه دي وكل اللي مقتنعين بيها. ليه كانوا بيقولوا يا كوتش ان الراحه القليله مهمه جدا؟ وهنا بقى بيظهر دور العلم اللي انا بكلمكم عنه ده. بقول لكم ان جمله العلم اساس الجيم دي مش مجرد جمله وخلاص، ولكنها واقع. العلم بقى يا سيدي اثبت ان فترات الراحه القصيره ما بتطورش النمو عندك، وقد تكون هي اللي معطله تطورك ده. في سنه 2016 ظهرت دراسه، والدراسه دي بتتكلم عن مجموعتين من الناس لعبوا عضله البايسبس والترايسبس لمده 8 اسابيع. منهم هتريح دقيقه واحده، والمفاجاه بالنسبه لهم انهم لقوا تطور في البايسبس، انما الترايسبس ما كانش فيها اي تطور، وعضله البايسبس كمان فيها تطور بطيء جدا. انما المجموعه الثانيه كانت بتاخد راحه 3 دقائق بين المجاميع، ودي لقوا فيها تطور رهيب بالنسبه للمجموعه الاولى. كمان في 2022 طلعت دراسه بتوافق مستر ورك اوت اند فيت في الكلام اللي هو بيقوله لكم دلوقتي ده. اتضح لي ان الدراسه بتاعت 2022 دي هي تطور بس الدراسه كنت قريتها في 2017، وانا بخبرتي التدريبيه وكوني دربت اكتر من 1000 عميل، اللي كان بيجيب من الاخر معاهم هي الراحه ال3 دقائق، وكوني وصلت 90% منهم للجسم اللي هم حابينه. فدي فرصتك انك توصل للجسم اللي انت حابه، وده لما تدخل على الويب سايت بتاعنا او تبعت لي مسج على انستجرام. اما بقى بالنسبه للسبب المقنع والعلمي لزياده الراحه، فده بيرجع لعاملين 2 وقلتهم قبل كده في كذا فيديو ليا، وهم الحجم التدريبي والقرب من الفشل العضلي. يعني باختصار كده وعلى مسؤوليتي انا الشخصيه، ايا كان مقدار الراحه اللي هتاخدها هيخليك تزود الفوليوم بتاعك، هي دي الراحه الصح، وده فعلا اللي هيزود عضلات. وده بقى يا صديقي اللي ما بيعملوش اصحاب دراسه ال60 ثانيه، على عكس دراسه ال3 دقائق، ودي بتديك مكسب عضلي اكبر. وده اللي خلاني ميزت اصحاب مجموعه ال3 دقائق في الفيديو ده، لان ال60 ثانيه يا صديقي مش وقت كافي انك تفضل على نفس الريتم، بمعنى انك هتقل الحجم التدريبي بتاعك، وده مش بمزاجك، ده هيكون غصب عنك. ما انت شايف كده يا صديقي جدول عدتك هتلاقيه بيقل، او انت بتقلله بناء على غباء اللي قال لك كده. والمناسبه يا صديقي في نفس الدراسه بتاعه 2022 اللي كنت بقول لك عليها ورا، بتقول لي الناس اللي بتاخد راحه قليله علشان توصل لنفس المكاسب العضليه بتاعه المجموعه اللي بتريح 3 دقائق، مضطر انك تزود حجم التدريبي بتاعك. يعني من الاخر كده هنوصل لنفس النقطه، لما تزود حجمك التدريبي اكتر ما انت بالفعل مزوده، فده مش هيبقى في مصلحتنا يا صديقي. وانا بالفعل مش مع النقطه دي تماما، لانها هتعمل لك اصابات مش هتفيدك. زياده الراحه يا صديقي يعني زياده الريكفري، بالتالي زياده اوزان في التمرين. بما انك هتزود اوزانك فاحنا كده مكاسبنا اكتر ولا ايه؟ ولو انت عايز تعترض كلامي فوالله انا مش هقفل الكومنتات وهسيبك تاخد راحه. بصراحه كده انا ما بلومش على حد فيكم انك تعتقد ان الراحه القليله دي هي اللي بتعمل لك عضلات، لان اغلب الناس في بدايه حياتهم الرياضيه ما بيكونوش على قد كده. ولو فكرت ان انت تعمل سيرش على جوجل هيطلع لك برضو نفس الكلام اللي عفى عليه الزمن ده. حتى السيرش بتاع جوجل يا صديقي بيضحكوا عليه، بس معذورين ما كانوش يعرفوا ان مستر ورك اوت اند فيت هيقفشوا. على اي حال يا صاحبي، حابب اكون قدمت لك افاده علميه وعلى اساس علم 100%، واتمنى كمان انك تكون اقتنعت ان الافاده ليك في الراحه ما بين دقيقتين ل3 دقائق. ولو كنت تعرف حد مقتنع بفكره الراحه القليله دي وبيجادلك فيها، جرب تبعت له الفيديو ده واكيد
هيقتنع. اهو زكاة العلم نشره يا صديقي. ولو الفيديو ده عجبك ما تنساش السبسكرايب. لو انت لسه جديد هنا على الشانل فانا بقدم لك كل يوم معلومة رياضية جديدة وبطريقة سهلة، فلو حابب تستفيد اعمل سبسكرايب.